تفتكر عيد الحب جه منين؟ لا، ما اصل الحكاية ليها اصل. يا مساء الافتكاسات. تفتكر عيد الحب جه منين؟ لا، ما اصل الحكاية ليها اصل. تعال انا وانت نغوص في عيد الحب. القصة بتبدأ لما كان في قديس اسمه فالنتاين، والقديس ده كان موجود في القرون الاولى. اقدم ذكر ليه موجود في سجل قديم اسمه كتاب الشهداء الهيروني، وده كتاب بيتسجل فيه اسماء شهداء الكنيسة. والكتاب ده بيذكر ان كان في شهيد اسمه فالنتاين استشهد في عصر الامبراطورية الرومانية يوم 14 فبراير تقريبا سنة 269. في حاجة مهمة المفروض تعرفها، في مصادر غير صحيحة بتقول ان القديس فالنتاين كان بيجوز الناس في السر، والقصة دي غير حقيقية، والمصادر دي مش حقيقية. القصة دي ظهرت بعد كده بقرون في كتابات شعبية من العصور الوسطى. طب مين الامبراطور اللي كان موجود وقتها؟ والامبراطور اللي كان موجود في القصة وقتها اسمه كلوديوس الثاني، وحكم روما من سنة 268 لحد 270 ميلادي. طب امتى اليوم ده اتحول لعيد الحب؟ في سنة 496 على حسب المصادر. البابا جلاسيوس الاول اعلن ان يوم 14 فبراير هو ذكرى القديس فالنتاين. ساعتها لسه ما كانش ليه علاقه اليوم دوت بعيد الحب. ايه الرابط اللي كان بين عيد الحب والقديس فالنتاين؟ الموضوع ده بدأ في العصور الوسطى مع شاعر اجنبي اسمه جيفري تشوزر، الف قصيده ربط فيها يوم الفالنتاين بموسم تزاوج الطيور. ومن هنا بدأت الناس تربط اليوم ده بالمشاعر والرومانسيه. يعني الفكره اصلا من الادب مش من الكنيسه. وما تنساش يا عزيزي ان الرومان كانوا بيحتفلوا باحتفال اسمه لوبركاليا في نص فبراير. وبعض من الناس والمصادر بتقول ان الكنيسة استبدلت اليوم ده بذكرى القديس فالنتاين، لكن هناك بعض من المصادر الاخرى وبعض من المؤرخين بيقولوا ان مفيش دليل مباشر على المعلومات دي. يعني الرابط اللي بينهم مش مؤكد تاريخيا. وبس كده يا عزيزي، الحلقة خلصت. اتمنى ان هي تكون عجبتك، ولو عندك فكرة حلقة اكتبها لي في التعليقات وانا هحاول ان انا اعملها حلقة. بيس.